بتقول عليا ان انا بنتقد الاسلام، مع اني انا لا اجرؤ ان انا انتقد اي معتقد او اي ديانه او اي انا اهلي كلهم مسلمين. يعني انا اهلي كلهم مسلمين واصحابي مسلمين، واكتر الناس اللي بحبهم وقريبين على قلبي ولادي مسلمين. انا ولادي مسلمين. فانا انتقد. خلينا نصلح بس العنوان. انا انتقد وانا بره اي فكر او اي معتقد بيهاجم الجمال في شتى صوره، بيهاجم الفن وبيحرم الفن وبيحرم متعة الحياة وبيقدس الموت. ايا كان بقى، اسلام، مسيحية، يهودية، قول اللي انت عايز تقوله. بيقدس حاجة احنا ما شفناهاش وناس حكولنا عنها، والناس اللي حكولنا عنها ماتوا وما نعرفش عنهم حاجة. شوية كلام في كلام بيضيع حاجة احنا عايشينها، الجمال كله اللي احنا عايشينه بيضيع متعته علشان فكر ناس حكوهولنا. ودي تجربتهم هم مع ربهم. يعني الأديان كلها أنا بعتبرها ان دي تجربه بعض الاشخاص مع ربهم، او بزنس، او ناس كانوا مخبولين ومهابيل فكتبوا كتب واحنا اعتبرناها اديان. ف... فدي تجاربهم هم، دي حياتهم هم. فلما يجوا يحرموا عليا كل حاجه في حياتي علشان حقيقه هم بيعتبروها حقيقه انا ما شفتهاش، فانا اهاجمها وانتقدها. يبقى انا بهاجم كل فكر ضد الجمال، بهاجم كل فكر ضد الفن بشتى صوره، موسيقى، نحت، رسم، كل الفن. بهاجم وبنتقد ومش بحترم اي معتقد او فكر ضد المرأة. اي معتقد قال اضربوهم، اهجروهم، اتجوزوا عليهم واهروهم. اي فكر او اي دين او اي اله، وانا اقولها، او اي اله اتكلم كلمة ضد اصل النماء في الارض وهي المراه، انا ضده واقفه لهذا الاله بالمرصاد. مش بقى كمان اشخاص، لان الله هو العدل. الله ما خلقنيش وخلق حد تاني بنفسيه، ممكن تكون نفسيه مريضه، ممكن تكون نفسيه صحيحه، ممكن يكون انسان سوي او غير سوي، وعمل له لايسنس كده، عطاها له كده فور فري اوبن، بدون تجديد، بدون حتى كشف، وقال له اتحكم في الانثى. فانا ارفض هذا. فانا مش بنتقد الاسلام، يعني انا يعني بنتقد. يعني انت بتنتقد الاسلام او خرجت بره الاسلام بسبب الموقف اللي انت شايفاه معادي للمرأة، زي ايه مثلا؟ معادي للمرأة، معادي للفن، معادي للإنسانية. طب خلينا في أول حاجة، المرأة. اه. لا، أنا خلينا في أول حاجة. لو أنا حابة أتكلم، أنا حابة أتكلم في الإنسانية. أنا عايشة في كندا، تمام. أصحابي وجيراني ومعايا في الشغل وكل اللي حواليا اللي بنتعامل مع بعض بكل الاحترام والحب، يهود ومسيحيين ونو ريليجن وناس يعني مختلفين كلنا، وكأننا في حديقة كل واحد لون الوردة بتاعته مختلف. فانا لو انا طبقت الاسلام ولو انا كنت مؤمنه بالاسلام حقا، الناس دول انا اكرههم من قلبي. انا لازم اكرههم من قلبي، لان النص، اصل النص، سيبك من الترقيع، سيبك من اي حاجه تانية، اصل النص بيخليني ضمنيا اكرههم. انا شايفاهم ان هم مختلفين، انا حاسه ان انا اعلى، انا معايا الحقيقه المطلقه، طب انا اللي معايا ما طاقه. كل اصحاب الاديان عندهم حقيقة مطلقة اشمعنى كلهم غلط، الاسلام؟ ما هم كلهم غلط. لا، خد بالك بقى، ما انا هقول لك اشمعنى الاسلام. حلو قوي السؤال ده. اشمعنى الاسلام؟ تعالى نتكلم على المسيحيه في عصور معينه. المسيحيه يعني ياما قتلوا وياما عملوا وياما سفكوا دماء كتير قوي، ولكن لما رجعوا للنص اعتذروا. اعتذروا وتوقفوا على هذا، واعتذاراتهم مدويه. تمام. احنا حاليا المسلمين بنعيش في سلام، لكن لو رجعنا للنص هنقتل. طب هو شخصيه النص المسيحي فيه العهد المقدس، فيه العهد القديم التوراة والعهد جميل. القديم، يعني طبعا، اسمحي لي اقول طبعا. دوت، يعني في رأي بيقول ان هو اكثر دموية من القرآن بمراحل يعني. هو القرآن هو والعهد القديم الاثنين كوبي بيست من بعض، ولكن لو نرجع للأولين. يعني أنا دلوقتي لو أنت رجعت نفسك لشخصية، أنت عندك هنا قنبلة اسمها القرآن، وعندك هنا قنبلة اسمها العهد القديم، وبعدين عندك واحد في النص اسمه المسيح. حلو. أولا اليهود ما عندهمش تبشير، فكيف كافيين خيرهم شرهم،
ولا قاتلوا الذين كفروا ولا اقتلوهم حيثما ثقفتموهم ولا ما عندهمش اللي كفر لنفسه، وانا مش مطالب ان انا اخليه يهودي زيي، فما عندهمش تبشير. دي نقطه مهمه قوي. العهد القديم كله قنابل موجود، لكن انت عندك ناس ما يهمهمش ان انت تبقى يهودي فيجوا يقتلوك عشان تبقى زيهم. انما احنا مطالبين ان الدين عند الله الاسلام، احنا مطالبين ان احنا ننشر، احنا مطالبين ان احنا ندخل اي دوله ونعمل الفتح الاسلامي العظيم، احنا مطالبين، ده في القران موجود طب دون تفكير. حاجة بس، يعني حاجة يعني اتفضل. هو أنتِ دلوقتي عشان أنتِ بتقولي حاجات كتيرة، فمحتاجين نركّز في نقطة، نقطة يعني. انا بس دلوقتي عايزه اخلص النقطه بتاعتي ان انا لسه ما خلصتهاش. حضرتك قلت لي كل الاديان، فانا دلوقتي اتكلمت على اليهوديه، خلصنا من اليهوديه فهم ما عندهمش تبشير فكاتين خيرهم شرهم، يقولوا بقى اقتلوا، يقولوا بقى اعملوا، فقال لك ايه من الاخر، قال لك ده زماني مكاني. هم كان عندهم دم، كان دين دموي جدا في وقت معين، وهم دلوقتي مش مطالبين ان هم ينشروا دينهم. تعالى نتكلم على شخصيه المسيح نفسها. المسيح نفسه عمره ما قتل، عمره ما سفك دماء، عمره ما خد عيله صغيره اتجوزها، ولا عمره عمل حاجه من دي خالص. الراجل ده قال، عمل ثوره فكريه عظيمه جدا، فلسفه عظيمه جدا، واخد بعضه ورحل، وما عملش هو شخصه. انا بتكلم على شخص القدوه، شخصيه المسيح ما عملتش اي مشاكل، بل بالعكس ده قال جمل احنا بنستخدمها لحد دلوقتي. ماله قيصر لقيصر وما لله لله. عمل فصل سلطات بنستخدمها لحد دلوقتي. مش لم وحط في بيت مال المسلمين. لما سالوه على الزكاه قال لهم على العشور، قال لهم مال قيصر لقيصر وما لله لله. تمام. لما جم يرجموا الزانيه قال لهم ايه؟ من كان منكم بلا خطيه فليلقيها بحجر. يلا وروني كل واحد فيكم فيه خطيه، ولا قتل ولا سنن فيها دم ولا دمويه، ولا كان ليه دعوه بالحياه، بل بالعكس هو كده يعني، او اسس مبادئ العلمانيه. قال لك الروحانيات في حته والدين في حته ثانيه، كل واحد يعيش في دوله هيعيش بقانون الدوله اللي هو عايش فيها. اللي عمله المسيح هو ده اللي عمله المسيح. يبقى شخص المسيح نفسه قدوه الدين المسيحي، ما عملش اي حاجه وحشه. فلو اللي اتباعه قتلوا ولا سفكوا دماء ولا، فلما رجعوا للنص لقوا ان قدوتهم ما عملش حاجه وحشه، فرجعوا واعتذروا. احنا بقى قدوتنا عمل ايه؟ عمل ايه في يهود بني قريظه؟ عمل ايه لما جت بنته جوزها يتجوز عليها؟ ها؟ هو قال لك ايه؟ قال لك وان فاطمه سرقت لا هقطع ايديها لقطعت يدها. بس فاطمه لما جوزها جه اتجوز عليها قال له ما تتجوزش عليها. يعني عمل لنا احنا قوانين مشت علينا احنا، وحرمها على اهل بيته، والترقيع بقى شغال. قال لك بقى بنت ابو جهل ولا ابن ابو لهب يعني ولا. أنتِ مشكلتِك مع الإسلام إن هو لو المسلمين بقوا مسالمين، هيبقى عندِك مشكلة مع الإسلام انت مثلًا؟ عندك اصل النص. انا مشكلتي مع الاسلام القران، انا مشكلتي مع الاسلام القران. الله لم يتكلم، القران كتاب بشري. انما انت لو اصل انت لو مسالم، انا هقول لك، انت دلوقتي انسان مسالم صح؟ طيب انت انسان مسالم وجميل وربيت ولادك على السلام وعلى السلم وعلى الحب. هم اولاد الارهابيين دول كلهم اهاليهم ارهابيين؟ ده كلهم اهاليهم صورهم بالبكيني. ها، هم الاخوان المسلمين والسلفيين وشويه المرتزقه اللي عندنا في بلادنا العربيه اللي دمروا لنا بلادنا العربيه. تعال نشوف النتائج، تعال نشوف النتائج. هم دول كلهم اهاليهم ملتزمين؟ لا، دول اهاليهم كانوا حلوين جدا وكانوا مسالمين جدا، لكن لما جم ولادهم قروا القران فهموه صح. طبعًا في فهموه اتجاهات صح. إسلامية، اسمحي لي يعني، في اتجاهات إسلامية قرت القرآن ومسالمين جدًا، عندِك القرآنيين. اه. يعني لا، دول لو المرقعين. سمحتِ اصبري عليَّ بس. يعني هو بالنسبة لِك بيرقّع، لكن هو بالنسبة له هو لا فيها أجزاف ولا يتبع النبي محمد مثلًا. يعني هم مش شايفين إن النبي محمد مجرد رسول جاب رسالة، لكن هو لا يتبع أقواله وأفعاله مثلًا. أكمّل الفكرة لو سمحتِ. في اتفضل اتجاهات طبعا. تانية إسلامية مسالمة زي زي الصوفيين، في مفكرين زي المفكر السوداني محمود محمد طه اللي قال نتخلى عن الجانب العنيف من القرآن كله وناخد الجانب التاني. إيه مشكلتِك مع دول؟ حلو قوي. ما دول رجعوا اللي للنص أهو. اللي هم اتقتلوا، ها يعني محمد محمود طه ده حصل فيه ايه؟ لأ، أنا ما باتكلمش اللي هو اتقتل أو ما اتقتلش. هل اه. أنتِ ضد المسلمين اللي هو بيبُص في القرآن ويبقى مسالم؟ اوكي. انا ضد اي حد
يقول ألوهية القرآن، يعترف بألوهية القرآن، يقرر ألوهية القرآن. القرآن ليس الله لم يتكلم، الله هو الكل الذي بداخلي وأنا جزء منه، الله هو إحنا، الله مش موجود في السماء. أي حد كان قرآني كان علماني، ها، أي حد أقر بألوهية القرآن فأنا ضده. طب أي واللي حد طب مسلم. اسمحي لي يعني في المقارنة، واللي بيقولوا ألوهية السيد المسيح ما انتيش ضده ليه؟ اشمعنى هقول لك المسلمين يعني؟ تاني، السيد المسيح نفسه ما عملش أي حاجة غلط، تمام. انا ما بتكلمش ألوهية لو بقى الكل. سمحتي نقطة نقطة م، علشان ما انت اتفضل. بتقولي اللي بيقولوا القرآن كلام الله انا ضده، وفي نفس الوقت ما لأن انتيش اكمل الفكرة من فضلك، وفي نفس الوقت ما انتيش ضد اللي بيقول ان الانجيل والعهد القديم كلام الله. في تناقض هنا. ما فيش تناقض. انا بقول ان العهد القديم مش كلام الله. انا جاوبتك على السؤال ده قبل كده. انا لا بص، لا الانجيل كلام الله ولا القران كلام الله ولا حاجه من دي كلام الله خالص. لكن انا ليا النتائج. طيب يبقى انا احنا كجيهان، انا ليا النتائج ايه دلوقتي؟ نتائج تاني اعيد يعني نتائج اللي هو العهد القديم مش تبشيريه خلصناها. نتائج الانجيل العهد الجديد لا، كله سلام وكله حب وكله فلسفه عميقه جدا جدا. طيب يبقى نتائجه ايه؟ اذا المشكلة مش ان هو كلام الله ولا لا، المشكلة هي النتائج زي ما بتقولي. اذا كان في مسلمين مسالمين وما عندهمش وشايفين ان ده كلام الله ومسالمين وبيحبوا غيرهم ولا يكرهوا احد وكذا، في الحاله دي ايه انت مشكلتك استيل معاهم؟ عندك قنبله موقوته. استيل عندك قنبله موقوته ان في كلام الله، وكلام الله ده بيقول احيانا نقتله، وبعدين في عندك الناسخ والمنسوخ، وكل الايات المكيه نسخت، وعندك الايات كل الايات المدينيه كلها قتل، والرسول نفسه قتل، والدايره القريبه منهم نفسهم قتلوا، والدايره القريبه منهم اتجوزوا على ستاتهم واخدوا ستات بالغصب، والدايره القريبه منهم حرموا المعاشره الجنسيه عن حب وحللوها بالسبي. ده الدايره القريبه منهم. فانت عندك نص بيبيح هذا، وعندك الدايره القريبه عملت كده. فالنتائج ايه؟ النتائج داعش. النتائج كل يوم حركات ارهابيه بتحصل في كل دوله وضميرهم مرتاح. انا هقول لك على حاجه. تعالى دلوقتي نشوف مسيحي حب على مراته، حلو، وعمل علاقه جنسيه مع واحده تانية على مراته، جميل، ما هو طبيعه بشريه وده بيحصل، والمسيحيين معظم المسيحيين بيعملوا كده، جميل. بس المسيحي ده لو راح للقسيس، القسيس ده نفسه ممكن يكون بيعمل خطايا كتير قوي يعني بالمناسبه، لان احنا كلنا بشر. بس المسيح نفسه لو راح الراجل المسيحي ده نفسه لو راح للقسيس ومراته اشتكت له للقسيس وقالت له ده عمل معايا وعمل معايا، القسيس ساعتها هيقول له ايه؟ هيقول له لا حرام، ده مش في الكتاب المقدس، دي مراتك، دي كرامتك، دي ودي، وهيقعد على حسب الكتاب المقدس. تعالى نشوف واحد مسلم عمل كده في مراته. لو الست راحت اشتكت للشيخ، الشيخ هيقول لها ايه؟ اصبري واحتسبي، لان انت عندك اصل نص، قنبله موقوته. الجيل بقى ده مش عايز ينفذه، الجيل اللي بعديه مش عايز ينفذه، ابن خالتك مش عايز ينفذه، جارنا مش عايز ينفذه، بس عندك القنبله الموقوته موجوده. القنبله انا الموقوته دي اتعاملت موجوده. بيها. اسمحي لي، القنبله الموقوته دي موجوده في في التوراه اللي مؤمن بها المسيحيين. المسيحيين عندهم معضله كبيره قوي يتكلموا فيها. المسيحيين عندهم انفصام غريب. المسيحيين عندهم مشكله كبيره جدا جدا، وانا مش في صدد ان انا اتكلم عليها النهارده، لكن انا بقولها لك. انا المسيحيين عندهم مشكله كبيره، عندهم العهد القديم ده، والعهد القديم ده معظم اولاد المسيحيين دلوقتي بيخرجوا عن المسيحيه بسبب العهد القديم. بالمناسبه سفر التكوين ده كله يعني انا مش فاهمه، ده قصص اطفال والاطفال ما يقبلوهاش. على فكره عندهم معضله كبيره جدا، لكن في الاخر بأكرر النتائج. لا طبعا الرجل المسيحي عموما استحقاقه اقل بكتير من الرجل المسلم. استحقاق الرجل المسيحي اقل بكتير من الرجل المسلم. ليه؟ لان عنده نص كسره، عنده كلمه نص قال استحقاق له ايه؟ يعني ايه؟ يعني تقصدي ايه بكلمه استحقاق؟ حضرتك مش فاهم كلمه استحقاق فعلا. لا مش عشاني، عشان اللي طيب، بيسمعنا لازم يبقى فاهم. استحقاق الراجل المسلم عموما. بص، انت عندك في مسلمين هم مش فاهمين الاسلام، فدول بيبقوا قيود، وفي مسلمين اللي فهموا الاسلام. فخطوره الراجل اللي فهم الاسلام حق، مهما كان بقى دكتور في الجامعه، وزير، سفير، وات ايفر، لو الراجل فهم الاسلام هو حاسس ان هو superior، هو حاسس ان هو اعلى من المراه. نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم اين شئتم. يا سلام، حته ارض دي ملكيه خاصه. بص، وقدموا لانفسكم. انت متخيل؟ يعني حتى يوم ما يحب
يوصل الست للنشوة الداخلية قبل ما يعمل معاها أي علاقة، هو بيقدم لنفسه. هو يعني أنا هات لي آية ربنا خاطبنا إحنا فيها. أنا مش فاكرها دلوقتي، يعني أنتِ اللي مهتمة يعني أنتِ اللي تجاوبيني لا، يعني. هو الآيات حضرتك بيخاطب الرجال، والرجال هم اللي بيخاطبوا الستات، ما بيخاطبش المؤمنات. لا، أوكي. الإسلام لم يكرم المرأة، النص لم يكرم المرأة. النص اللي قال وإن خفتم نشوزهن فعظوهن. يا سلام! طب إن خفتم، تعالى كده، تعالى إحنا نتكلم دلوقتي على أرض الواقع بقى، إحنا عايزين نبقى واقعيين. الآيات دي بتطبق واتطبقت. أيوه، طب أنا واحدة من الناس اتطبقت عليّا. الآيات دي بتطبق، أيوه بتطبق، وعشان كده أنا باقول لك الراجل أعلى من المرأة في الإسلام بكتير، ولذلك استحقاقه عالي، استحقاقه عالي. والمجتمع الذكوري نشأ عشان أصل النص. استحقاقه يعني عنده حقوق كتير. يعني هو حاسس إن هو يعني هو الأعلى، هو الأحق، هو الأحق. بُص، استحقاقه عالي دي نقطة مهمة أوي بقى. هو حاسس إن هو الأحق بالمتعة، هو يقول لها تعمل إيه عشان تمتّعه، وهو يعمل اللي يمتّعه، فهُم الاتنين عايشين عشان يمتّعوه. فاهم إزاي؟ إمم. يعني هو يلبّسها زي ما القرآن قال، عشان هو كل نسائك ونساء المؤمنين. خلاص، فهو قال له كل نسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهم بقى من جلابيبهن بقى، ويعمل. هو كلمه وقال له باقول لك إيه، لِم حريمك، لِم حريمك يا عم. فهو بقى هو أعلى، هو اللي بيمشّيها. فهو بقى على حسب دماغه، على حسب بقى كل نوع راجل. فاللي بتدافع عن الإسلام ما تكوّتش بناره، اللي بتدافع عن الإسلام ما تكوّتيش يا حبيبتي بناره. وقعتِ مع راجل طيب. أخلاقه أعلى من أخلاق إلهه، أخلاقه أعلى من أخلاق إلهه، اللي عطا له رخصة إنه يضربِك وهو ما رضاش يضربِك لمّا اتخانقتوا مع بعض. طيب جوزِك يعني أنتِ بتقولي إن يعني اللي بتدافع ما اتعرّضتش لتجربة طبعًا. شخصية أو تجربة يعني، إيه اللي أنتِ اتعرّضتِ له خلّاكِ تاخدي الموقف الحاد ده؟ أنا مش هاتكلم على أهل بيتي، ومش هاتكلم على تجربتي الشخصية. أنا كان my ex كان راجل رائع، و وراجل كان مش مخلّيني عايزة حاجة خالص، بس كان دايمًا حاسس إن أنا بتاعته. يعني دايمًا كان لمّا ييجي يتكلم يقول لِك أنا اللي أقوله، أنتم كلكم بتوعي أنا، أنتم كلكم تبعي أنا والعيال. يعني إحنا كلنا زي في كل حاجة بقى، في اللي هو يعني هو خد قرار في حاجة، فإحنا كلنا القرار يمشي علينا. كان القرار بقى صح، كان غلط، مش مهم. بس بعد شوية لمّا نكتشف إن القرار غلط عادي، ما يعني أنت فاهم إزاي؟ بس أنا يعني ده طبيعة الراجل المسلم عمومًا. لكن لو جينا بقى اتكلمنا في الآيات اللي بتخلّي الراجل المسلم in general بيفكّر بالطريقة دي، هتلاقيها آية زي دي. آية واعظوهن دي كفيلة. الآية دي الوحيدة أنا بالنسبة لي، أنا كجيهان، وأنا شُفتها كتير وحسيتها كتير وعِشتها كتير، وصاحباتي كلّهم اللي كانوا متدينين عاشوها. الآية دي كفيلة بإنها تسقط القرآن في نظري. تقول إن القرآن ده ليس كلام إله، القرآن ده كلام ذكر كتبه عشان يراضي الذكور اللي حواليه، عشان يجمّعهم ويعمل بيهم جيش، طيب عشان أنتِ عنده أغراض أخرى. أوكي. طب إذا أنتِ رافضة الآيات اللي فيها عنف وفيها تمييز ضد المرأة وكذا، في اتجاهات إسلامية كتيرة بتقول إن كل البنية الموجودة في القرآن دي، البنية التشريعية والقانونية اللي موجودة في القرآن ديّة يعني ما معناها ليست كلام الله. من أول الشيخ علي عبد الرازق مثلًا قال الكلام ده من 100 سنة، قال إن البنية التشريعية دي كلها والبنية التمييز دي غير ملزمة للمرأة، غير ملزمة آسف للمسلم يعني. فليه ما رُحتيش لاتجاهات إسلامية رافضة هذا الجانب في المرويات المقدسة الإسلامية؟ من حقي أروح للجانب اللي أنا عايزاه. أنا شايفة ده الجانب اللي أنت بتحكي عليه، ده هو ده الجانب العام، هو ده بيشكل القاعدة العريضة في المجتمع الإسلامي. جاوبني. لأ، أنا اللي باسألِك مش أنتِ، يعني ما قولي أنا لنا أنتِ كمان، إذا ما كانت لأ الحوار، آه. ما هو الحوار لأ، أخد وعطا، ده ده أنا بيشكل شُغلتي في ده ب الحوار ده يا أستاذة جيهان إن أنا أسألِك فقط حضرتك وأنتِ اللي تجاوبي. حضرتك حضرتك هو الاتجاه اللي حضرتك قُلته، هل هو الاتجاه العام؟ لأ، لأ. ما كانش في اتجاه العام خلاص، خالص. أنت بتتكلم في 64 حصان وربع حصان، فخلينا في ال64 حصان. لأ، أنا أوكي. باتكلم على إن المسلم عنده اختيارات كتيرة، لأ، يعني ما هو اسمحي لي أوضّح الفكرة، خلّيني أكمّل السؤال عشان تعرفي تجاوبي. أنا مع المسلم حضرتك. عنده اختيارات كتيرة، عنده الاختيار اللي بيقول له اضرب مراتك وده أمر إلهي، وعنده في اختيار تاني بيقول له اتجاهات تانية بتقول له لأ، هذا لا يعني الكلام ده ما تنفّذوش، والكلام دوّة يعني بعضها بيقول إن هو لا يصلح لزماننا، بعضها بيقول إن هو مش جزء من الإسلام. يعني أقصد الفرد المسلم قدّامه اختيارات كتيرة. سؤالي ليكِ،
الاختيارات التانية دي ليه ما رحتلهاش انت كجيهان يعني؟ لانها ما اقنعتنيش بالفعل، لانها ما اقنعتنيش. الاختيارات التانية دي انا شفت ناس عايزين يحافظوا على الصنم، عايزين يبقوا مرتاحين في الحته دي، فبيحاولوا يأيفوها. ما اقنعتنيش. ولو اقنعتني صدقني كنت هتوفر عليا صراعات ونزاعات كتير قوي قوي. كان زماني دلوقتي قاعده متنعمه في النعيم كله. انا اختياري ده، انا طلوعي معاك دلوقتي، ظهوري معاك دلوقتي في حلقه زي دي، انا دافعه ضريبه كبيره قوي جدا. انا خربت بيتي عشان افكاري دي. الاختيارات اللي حضرتك بتقولها لن تقنعني ابدا، بل بالعكس بتخليني اضحك. لان شخصيه محمد نفسه طب لما حتى واحد مسلم او واحده مسلمه راحت للاختيارات دي اللي هي لا تتبنى العنف ولا كذا ولا التمييز ضد المرأة ولا كل الحاجات دي، هل في الحالة دي عندك مشكلة معاه؟ ما عنديش مشكله طالما الانسان عايش في سلام، ذاتس فاين، اوكي، ما عنديش مشكله. بس انا ببقى عارفه ان هي مخدوعه. يعني انا في قرارة نفسي مش هقول لها، بس انا في قرارة، ودول كتير قوي من معارفي على فكره. يعني انا اختي تقعد تقول لي ما تكلمنيش، ما تقوليش، مش عايزه اسمع، مش عايزه اسمع. اقول لها القران قال كذا كذا، تقول لي لا ما قالش. اقول لها طب القران اللي انت بتسمعيه ده بيقول دلوقتي الايه بتقول كده، انت مشغله اذاعه القران الكريم. تقول لي لا مش عايزه اسمع، مش عايزه افهم. فخلاص، هي اختارت لها اله، عملت لها اله خاص، ذاتس فاين. فبشفق بقعد اقول يا حبايبي يعني اوكي، هم عملوا لهم اله، دول مش مسلمين على فكره، دول اصلا مش مسلمين. بس هو الخوف بقى من حاجه واحده، حتى في النوعيه دي، لو الدوله الاسلاميه قوت بالفعل، تعالى كده نتخيل السيناريو ده مع بعض، سيناريو ممكن نتخيله، وهي اللي بقت تسود حاليا. الحمد لله ان ربنا كسر شوكتهم يعني، انا بحمد ربنا. بس لو هي قوت وبقت هي اللي تسود حسب القران، الناس دي ممكن يتغسل دماغها ويتقال احنا كنا فاهمين غلط. انا مامتي انا مامتي كانت بتلبس ميكروجيب، وكانت بتدخن، وكانت ست يعني، وبابايا كان بيولع لها السيجاره، وكانوا يخرجوا مع بعض ويسمعوا اغاني وحاجات كده جميله قوي، تمام. بعدين بقى بعد كده انا خايفه من عذاب القبر. انا مش عارفه ايه، شيلوا الصور عشان الصور حرام. يعني احنا عاصرنا جيل من الفنانات ومن الناس اللي كانوا اخدين الدين زي ما حضرتك بتقول بجانبه المسالم، بان هو جانب ديني وليس سياسي. وبعد كده اتغيروا ليه؟ لما جالهم حد فهمهم الدين اللي على حق. فهي دي الخوف، النقطه بالظبط اللي تخوف في هذا الدين، ان هو كلام الله. اذا انت كنت خدت منه جزء وسبت الجزء الثاني، ممكن حد بعد فتره يجيب لك الجزء اللي هو الابشع، الصوره الوحشه، الصوره اللي كلها دم، الصوره طيب الملطخه يعني باللون طيب الاحمر. في رأي بيقول يعني يعني اليهود في زماننا مش ديانة تبشيرية، لكن هم عندهم إله، مش هم هو بيأمرهم بس ان هم يقتلوا غيرهم، ده عندهم إله هو بنفسه بيقتل. ومع طبعا ذلك قاتل. اسمحي لي اكمل السؤال عشان تعرفي الجو. تمام. ومع ذلك لا يستخدموا هذه الآيات نهائيا، وموجودة في العهد القديم ولا يستخدمها المسيحيين. يعني انت ليه مصممة على ان المسلمين هيستخدموا الايات دي، هيستخدموا الايات دي يعني ما في لان هم مسلمين اوريدي هيستخدموها. بيستخدموها، هم اوريدي بيستخدموها يا فندم. باك تو سكوير وان تاني. اليهود عندهم ده، بس هم اليهود عندهم برضه هو ده زماني مكاني، انما احنا عندنا القران لكل زمان ومكان. دي وجه دي الصبغه العامه. في يهود ارثوذكس هنا في كندا انا شفتهم في مونتريال مؤمنين بقى بالتوراه طبعا كلها وبحرفيه التوراه، ومؤمنين بهذا الاله. يعني الراي اللي بيقول ان هذا الاله مش بس بيامر اتباعه ان هم يقتلوا، هو نفسه بيقتل، ومع ذلك عايشين في كندا لا يقتلوا احد. هل الاله ده امرهم ان هم يقتلوا في اي وقت؟ هل طبعا الاله ده موجود. امرهم ان هم يكونوا دوله الخلافه؟ هل الاله ده امرهم بكده؟ القران ما ما فيش فيه اعتقدش. خلافه. القران ما فيش فيه خلافه. بس محمد نفسه عمل فتوحات توسعيه كتيره قوي. اه انت بتتكلم ويعني عن خالد بن اه الوليد نفسه سيف الله المسلول، يعني كان بيبارك من الدايره الاولى. انت كنت متعاطفه مع الاسلاميين وتقريبا كنت جزء منهم، وليه سبتي مربع الاسلاميين؟ انا كنت منبطحه، انا كنت بعاني من انفصام. انا كنت امراه مسلمه وفقط، يعني مش امراه مسلمه امرها ربنا انها تغطي نفسها بالحجاب، وجوزها عايزه تتحجب فتحجب. امراه مسلمه راحت العمره ولازم تحس بالشعائر اللي في العمره، مع ان انا حاسه ان انا بعمل حاجه هبله، بس رحت. انا كنت امراه مسلمه طالعه من مجتمع ذكوري،
مامتي ما كانتش ذكوريه على فكره، بابايا ما كانش ذكوري ابدا، ولكن تحولوا قوي، واخواتي بقوا ذكوريين. فخلاص ده الامر الواقع. في صراع بقى داخلي، في صراع دايما، في دايما حاجه كده جوايا تنور وتقول لي ارجعي، افهمي، اقري بوعي. اول مره قريت القران بوعي اتغيرت. طب هو الحجاب هو اللي قال لك تسيبي الاسلاميين؟ يعني كونك لا لا، مش بس الحجاب. اه لا لا، الحجاب ده جزء على فكره. الحجاب ده انا في ناس بيتبعوني كتير قوي، بيفولو مي يعني على الفيسبوك، بيكلموني على الخاص، بنات لابسين حجاب كبير جدا، وبرغم من كده بره الاسلام على فكره. بره الاسلام مثقفات جدا، اكتر مني بكتير، وعندهم من الحجه اللي تقول لك ان الاسلام ده كتاب بشري، ده غرضه تكوين دوله استعماريه فقط على اساس ديني، وتتحاور معاك اشطر من اي حاجه، برغم من كده محجب. لا، مش بس حجاب. آم، المنظومه، انا كنت ضمن المنظومه قلبا وقالبا بالفعل. وكان كل شويه حاجه تنغص عليا كده، حاجه تقول لي طب شايفه التناقض؟ اقول ايه بقى ساعتها؟ اقول ما هو لو طبقوا القران على حق مش هيبقى فيه كده. ده لو ما هو عشان احنا مشكلتنا ان احنا مش مطبقين القران على حق. طب لما بشوف ناس مطبقين القران على حق وطلعت نتيجه مأساويه، اقعد اقول يمكن عملوا حاجه غلط. عارف انت لما كنا زمان واحنا صغيرين تروح للشيخ تقول له بحلم بكوابيس، يديك يعني يديك كده البريسكريبشن، يقول لك اقرا المعوذتين وقول هو الله احد ومش عارفه ايه 3 مرات. طب انا لسه بحلم بكوابيس يعني؟ لا، انت تلاقيك قريتها بس بشكل مش صح. طب انت دعيتي يوم عرفه؟ سالتي ربنا ان يعمل لك الموضوع ده صليتي ودعيتي دعيت وقعدت طول النهار اصلي يوم عرفه؟ لا، تلاقيكي صليتي بس مش باخلاص. يعني حتى لما النتائج كانت بتيجي عكس، يعني تيجي نتائج كارثيه للمجتمع، كنت بقول ده من البشر. بعدين لما قريت القرآن عن وعي، لقيت إن القرآن نفسه أمر البني آدمين بحاجات غير طبيعتهم، لا تناسب طبيعتهم البشرية، ولذلك بقوا منفصلين، بقوا يعملوا حاجات في العلن غير غير الباطن، وبقى في مجتمع منافق. المجتمع كل قبح، اسمعها مني دي بقى، كل قبح في ادينا مجتمعك. ادينا امثله عمليه عشان تقربي الفكره اللي انت اوكي، عايزه تشرحيها يعني. هقول لك. كل قبح في مجتمعك اصل القرآن، كل قبح اصل الاحاديث. كل حاجة ظهرت علينا فيها رجعية، وفيها عدم تقدم، وفيها تخلف في اللي انت شايفه، اصلها يا اما الكتاب يا اما السنة. تعال اديك مثال. يقول لك ايه؟ تكاثروا فاني مباهم بكم بين الامم، تناكحوا تكاثروا فاني مباهم بكم بين الامم. النتيجة ايه؟ النتيجة عكسية، النتيجة غلط. صح ولا انا غلطان؟ الامم المتحدة هو بيتباهى بينا قدام الامم المتحدة لرعاية اللاجئين. مفيش تانية، احنا اكتر شعوب لاجئه في العالم. اذا الحديث غلط. هوب يبقى الحديث لا، اصل احنا مالناش دعوه بالحديث، احنا بقينا قرانيين عمالين نقص عشان بس نحافظ على الصنم. ادي حديث عمل، يبقى دي كده انا اديت لك مثال ازاي ممكن، وطبق بقى احاديث كتيره. تمام، تعالى نطبق القران. اوكي، يقول لك تاني، ارجع تاني للايه اللي بالنسبه لي انا ايه 180 درجه، خلتني اتحول 180 درجه. واعظوهن. انا مثلا يعني انا واحده من الناس شفت ده، وشفت ده كتير جدا في تجارب ناس كتير برضو، ان احيانا الراجل بيبقى هو نفسه يعني الاي كيو عنده قليل، ممكن يبقى شاطر جدا جدا في شغله، ولكن سوشيال سكيل زيرو. زيرو، مش يعني مش قادر يقرا. الست ممكن تبقى عندها اكتر من الحكمه، ولكن هو لما يبقى فاهم القران وحاسس ان ربنا عاطيله لايسنس معينه يعني، فهو بيبقى والنقاش بينهم يحتد، ولازم راي حد فيهم يمشي، فهو بيمشي رايه، مش عايز يسمع لها او يسمع لي او في حاجات كتيره قوي. ليه؟ لان هو اللي بيفهم اكتر، هو اللي في ايده القوامه، اللي هو طبعا قال لك الحمايه والانفاق. لا، مش بس حمايه وانفاق، كلمه قوامه بتشمل كل حتى في اخذ القرارات، كل الامور اللي فيها يعني بلاك اور وايت، هو اللي ليه الاختيار فيها، لان هو اللي في ايده القوامه. بس فلما ده هو ده موجود في ثقافات كتيره خارج الاسلام انا يعني. بقى دلوقتي كمسلمه، انا دلوقتي بتكلم على الثقافه اللي انا خرجت منها، انا ما اعرفش بقى، كل واحد يعالج ثقافته بقى. يعني لو في مسيحيين كده يعالجوا ثقافتهم،
انا ما اقدرش اروح اتكلم في كل حاجه. فهمتني؟ طيب طب أنا هنا عندي سؤال، أنتِ ما كنتيش مجرد مسلمة عادية، أنتِ كنتِ مع الإسلاميين. انا كنت مع الاسلاميين لحد ما جت بقى الايه دي، لحد ما اتكويت بالايه دي، لحد ما اتكويت بالايه دي. كل قرار خاطئ ببص الاقي ان في حاجه غلط. طب ما انا بفهم اكتر. طب انت ما نزلتليش ايه تتكلم عني انا ليه؟ طب انت ما فيش ايه واحده تخلي لي كده ليا قيمه سبتنا للشيوخ؟ يعني ما فيش ايه واحده مثلا يتقال فيها وان المراه كانت على اي حاجه بقى الفها باللغه العربيه بقى، لو طب يعني المراه إيه كانت اللي على حصل؟ الصواب. يعني إيه اللي حصل يا ما انا سيدة بقول لك إيمان؟ اهو، انا مش حاضر هحكي لك، اصبري انا مش هحكي لك على مواقف شخصيه. هاسأل السؤال، إيه اللي حصل على الأرض خلّاكِ وأنتِ متعاطفة مع الإسلاميين ومؤيدة للإسلاميين، إيه اللي حصل بين الإسلاميين على سبيل المثال يعني خلّاكِ تروحي للحتة دي؟ اول حاجه هبتدي احكي لك على بالنسبه للاسلاميين. انا بحكي لك بس على حياتي الشخصيه، اوكي؟ بالنسبه لحياتي الشخصيه فالايه دي بتاعت اللي هي وعظوهن، فلما لما احنا بنبقى مختلفين في امر، فالعظه بالنسبه لي انا كانت ستيل انا مش مقتنعه. فتيجي تكلم اي حد، اي شيخ، اي اخ، اي اخت، اي بتاع، فكله حتى الستات، ها، فالراجل هو اللي عنده حق، الراجل هو اللي بيفهم. طب بعد كده النتيجه طلعت كارثيه. النتيجه بعد ما انا سمعت الكلام وانبطحت عشان القران قال كده، النتيجه طلعت كارثيه. لا، يبقى في حاجه غلط في الظروف. ما حدش يقول كان جيهان عندها حق، لا ما تتقالش دي خالص. يعني دي ما الانتصار تتقالش. الدائم للرجل في الحالة الإسلامية، طبعا طبعا حتى لو كان هو غلطان يعني. ليه؟ لان القران عطاله الرخصه دي. طب واذا بقى كان تاني بقى مره لما بتحصل تاني ونقع تاني في نفس مثلا مشكله، ويبتدي الراجل يعوز المراه، فهي خلاص خدت من خبرتها، فما بتبقاش بقى تسمع، لان هي عرفت ان في مشكله في تقديره للامور، في مشكله في تقديره للامور، فهي بتبتدي تاخد قرارات. يبتدي بقى يعمل ايه؟ يهجرها في المضاجع. واهجروهن في المضاجع. تعالى بقى عند حته واهجروهن في المضاجع دي، وحط عليها 100 خط. قبل حتى واضربوهن، اثناء الهجر في المضاجع، انا قعدت اقرا القران وقلت طب يعني انت يا ربنا اثناء الهجر في المضاجع ما حددتهاش اول نقطه بفتره ليه؟ قال لك بالقياس. رحت سالت الشيخ قال لك بالقياس، لان الجندي لما بيسافر هو 3 شهور بس، فالهجر في المضاجع. طب هو ما قالهاش ليه؟ ما كانش عارف يقولها؟ ما كانش عارف يقولها بجمله؟ انتوا بترقعوا ربنا ليه؟ انتوا بتدافعوا انتوا بتتكلموا بلسان ربنا ليه؟ ما هو ربنا ما شاء الله هو قال مصحف بحاله. لما قال واهجروهن في المضاجع ما حددهاش ليه؟ ليه سابنا؟ ها؟ ليه يسيب واحده ست في سن هرموناتها يعني تتهجر لمده سنه وسنتين؟ ليه؟ اوكي، وده حاصل كتير في ستات كتير جدا جدا. طب بلاش، ما يبقى دي اول نقطه. وعظوهن لما العظه تطلع غلط، ربنا ما نصفناش بايه وقال ان المراه الاكثر حكمه هي اللي رايها تمشي، ما نصفناش بايه. طيب واهجروهن في المضاجع، ما حددش فتره الهجر، فسابونا بقى للشيوخ، دي حاجه. طيب واهجروهن في المضاجع، انت الهجر قصده ايه؟ قصده ان هو يحرمها من المتعه الجنسيه، وعشان تحس وعشان ترجع له وكده. طب هل هو في الفتره دي هو كمان محروم من مثنى وثلاث ورباع ولا لا؟ في الايه قالت ايه؟ طيب انا بس عايزه اعرف الايه دي ربنا قال له اثناء الهجر في المضاجع انت كمان احرم نفسك، عشان هما الاثنين يراجعوا نفسهم، عشان لو هو برضو غلطان يرجع ويتكلم معاها، ولو هي غلطانه يشتاقوا لبعض هما الاثنين. انما لا، لم يسقط عنه حق التعدد اثناء الهجر في المضاجع. دي لوحديها كرهت اله الاسلام وقلت له انا واقفه اتحداك. انت ايه ده؟ ايه العنف ده؟ ايه الازدراء ده؟ انت عايز تخليني انا، ولو الست عملت حاجه غلط تبقى زانيه على فكره اثناء الهجر في المضاجع. يعني هو يروح يتجوز، ها، وراح، وفي كتير جدا راحوا يتجوزوا اثناء الهجر في المضاجع، ويجي بقى هو بقى مستحمي وحالق. انا بخاطب المراه المسلمه، انت سامعاني يا حبيبتي؟ انت حاسه ربنا قال لك ايه في القران؟ افهمي يا حبيبتي.
افهمي ده أنتِ ربنا جاي عليكِ أوي، أوي، جاي على هرموناتِك ومبهدلِك، يعني تمام. أنتِ جوزِك. إيه تاني يا أستاذة جيهان؟ طيب أوكي، بعد الهجر بقى في المضاجع واضربوهن، يا سيدي رقّعوها وقال لك الضرب بمعنى التباعد مش مهم، الضرب بمعنى ضرب سيجارة حشيش، مش مهم أي حاجة. طبعًا واضربوهن دي كارثة، يعني لو شيخ الأزهر حبيبي اللي بيقول لك ضرب كده غير مُبرح، غرضه الإهانة، الإهانة قالها كده إيه، بشكل كده لطيف. بُص الmisleading بقى، بُص بقى إيه الdouble speaking بقى، عارف أنت يقول لك كده جملة تقيلة أوي، أوي، بس يقولها لك بintonation ناعم. واحدة ست تتفرّج وتقول لك ياه! يا سلام على الإسلام، ده ضرب مش ضرب جامد، ده ضرب غرضه الإهانة، وهو الإهانة دي شوية يا شيخ يا أزهر، تمام. إيه تحب تاني إيه تتهان؟ تاني غير يعني النقطة دي واضحة أنتِ وضّحتيها، هل أوكي، في حاجة يبقى تانية هو أنتِ دي يبقى شايفاها أدي حاجة، تُظهر؟ تاني حاجة أنا بقى إن ده القرآن، والقرآن ده لمّا بيجيب نتايج عكسية بيبقى البشر هم اللي وحشين، إنما القرآن حلو، يعني مش قادرين يقولوا إن اللي كتب القرآن بني آدم ما لوش علاقة بعلم النفس، بني آدم مش دارس الطبيعة البشرية، أوكي، فبيجيب نتايج عكسية ف فبيج ف فيقول لك لأ ده هو الإنسان هو اللي وِحِش. طب تعالَ بقى نشوف بعد الثورة، أنا كنت بعد الثورة كنت في مصر، أوكي، ولمّا كنت بعد الثورة في مصر أنا فاكرة موقف حلو أوي، أنا عندي ناس في أهلي يعني متدينين أوي، أوي، مش عايزة أقول يعني هم متدينين جدًا، أوكي، في عيلتي، أوكي، فكنت باحضر معاهم وكنت يعني باسمع لهم، خلاص، ففي فترة من الفترات كان الإخوان المسلمين بيدعموا العوّة، موقف لطيف أوي، كانت فترة من فترات الإخوان المسلمين بيدعموا العوّة، فتشوف بقى العَوّة اللي العوّة هو يعني اسمحي لي أقول للي بيسمعنا يعني، محمد سليم العَوّة ده الأب الروحي لحزب الوسط الإسلامي في مصر، اللي هو خرج من بعض المنشقين من الإخوان المسلمين أسسوه يعني. آه، اتفضل. ففي الفترة دي بقى لمّا هم اسمح لي ألبس النضارة بس الشمس بعد إذنك شوية. لأ اتفضلي، اتفضلي. آه، لمّا كانوا بيدعموا العَوّة، فكنت أشوف حد يعني من قرايبي بيقول قصائد شعر في العَوّة، ويا سلام بقى كان اسمه حسن البرنس ويقعد بقى في محاضراته بقى يدعم العَوّة ويجيب فيديوهات للعَوّة وقد إيه العَوّة ده عالم جليل، أوكي، العَوّة، 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 خلصنا كده، تاني أسبوع، يعني الأسبوع اللي بعده على طول، واضح إن حصل deal ما بين الإخوان المسلمين وما بين جهةٍ ما، فعرفوا إن هم ممكن ينزلوا بمرشح يعني، مرشح للرئاسة، فلازم يقشوا العَوّة. فنفس المجموعة اللي أنا كنت قاعدة في وسطها، نفس المجموعة بنفس الناس العَوّة وِحِش، العَوّة ده شيعي، العَوّة ده بيدعم الشيعة، أوبا العَوّة وِحِش، أنا بقيت قاعدة في وسطهم، أنتم إيه يا جماعة، أنتم بقر؟ لأ، أنا آسفة جدًا للبقر، أنا باحترم البقر جدًا، بجد، لكن اللي أنا شُفته أنا مش قادرة أحُط له توصيف، قد كده، أنتم ما عندكوش شخصية، وبعدين دول جمع غفير، جمع غفير صعب إنك تعدّه، العَوّة حلو بقى حلو، العَوّة وِحِش بقى وِحِش، بس الناس دي لو بكرة جيت لهم وقُلت لهم اقتلوا، هيقتلوا. تمام. الناس دي فاسمحي بكرة لي لو في جيت النقطة قُلت دي، هي دي السياسة، يعني هنا في كندا التحالفات بتتغيّر. يعني حلو أنا أوي، أوضّح السؤال بس، يعني التحالفات في السياسة بتتغيّر، فأنتِ متحفّظة على إيه؟ أنا متحفّظة على إن التحالفات باسم الله، باسم بُص أمريكا ما بتقتلش، طَب ما أمريكا بتقتل، ما هي روسيا بهدلت أوكرانيا مثلًا، دول ما بيقتلوش؟ يقتلوا، هو قبل الإسلام ما كانش في سَبي، هو قبل الإسلام ما كانش في تعدُّد، إنّما أنت لمّا ييجي ربنا بقى هو اللي يقول لك اعمل كده وتعمله بضمير مرتاح، طَب ما المسيحيين بيضربوا مراتاتهم، ما رجالة مسيحيين كتيرة بتضرب مراتاتها، ما عادي يضربوا مراتاتهم ويتاخدوا فوق دماغهم والقسيس يبهدلهم، ولو في كندا يروحوا يتحبسوا. طالما أنت مدّيت إيدك على مراتك، إنّما لمّا ييجي إله يقول لك اضرب وتضرب بنَفْس مستريّحة، والّا لمّا تيجي واحدة مسلمة تقول لك ده جوزي ده زي الفل، ربنا يخلّيه عمره ما مَد إيده عليّا، وكإنه عمل فضل لإن هو معاه رخصة ما رضاش يستخدمها، طيب هو أنضف نرجع هو بس أرقى. النقطة اللي أنتِ ذكرتيها اللي هي هزّت قناعتِك بالإسلاميين، إن هُم النهارده أيّدوا سليم العوّة، بُكرة رفضوه، أنا باقول لِك إن ده عادي سياسة يعني، إيه المشكلة يعني؟ أيوه، إنّما اللي أنا بُص أنا ما هزّيتش بس بالإسلاميين، أنا هزّت قناعتي بالدين نَفْسه، اللي هو هو بيتكلّم بلسان ربنا، يعني هو لمّا بيقعد يتكلّم ال 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 المُرشد بتاعهم بيقول آيات. فأنت عندك آيات، أنت عندك دين stretch وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما أنت أولي الأمر، ما هو أطاعوه عشان هو أولي الأمر، إنما تعالَ أنت هات لي كده أي حلف سياسي في حاجة اسمها أولي الأمر وأطيعوا وربنا أعطاهم أمر إن هم يطيعوه، ما فيش،
انت النهارده لو انشقيت، انت لو النهارده شيوعي مش عايز تبقى شيوعي وانشقيت، خلاص، ما انت ما عملتش حاجه. انا النهارده لما انا كنت اسلاميه وانا انشقيت عنهم وخرجت تماما، فانا بقيت كافره. انا في نقاش مره قلت لهم: يا جماعه احنا ليه بنصلي بالطريقه دي؟ الصلاه دي مش بتقنعني، لا مش يعني it's not satisfied my spiritual needs. يعني انا عندي فعلا spiritual needs كتيره جدا، وانا شايفه ان الصلاه دي بتملأ الروح. فانا شايفه ان الصلاه الله اكبر وظهر وعصر ومغرب ونخطف العصر ونسلق المغرب والكلام ده كله مش شايفاه. ممكن اقعد اصلي مره واحده في اليوم واقعد في اوضتي ويعني اتسق مع قوتي الروحيه، بترويني. قالوا لي: انت كده انكرتي ما هو معلوم بالضروره. وجابوا لي شيخ عشان يكلمني. والشيخ قال الكلام لك ده جاي ايه؟ منين؟ طبعا انا انكرت ما هو معلوم بالضروره. ما انا يعني قال لي كده. قال لي ان انا انكرت ما هو معلوم بالضروره. اه عشان بصلي بطريقتي. يعني المهم احنا يهمنا النتيجه، صح؟ يعني خليك طيب ريزلت اورينتد يا عم انا كده صليت ومرتاحه وحاسه ان ربنا معايا يعني. قال لي: لا، انت انكرتي، انت لازم تصلي بالطريقه بتاعتك. طب هل في الصيام اسباب؟ مثلا. اتفضلي. الصيام مثلا يعني ايه؟ الاله هيستفيد ايه لما يجوعك؟ يعني هو هيبقى ده اله سادي قوي. يعني هو هيبقى قاعد كده مبسوط وانت جعان وانت مش عارفه ايه وانت عطشان؟ ما اعرفش. انا طب ليه انا عطشان؟ طب طيب انا ليه ببقى عطشان؟ عشان احس بالفقره وانا عطشان؟ يعني ايه الشكرات اللي عندي؟ يقول لك عشان في شكرات معينه، الصلاه بيطهر الشكرات وبيعمل كلينسر مش عارفه. وجابوا لك بقى راي طب كده غريب ما اعرفش جابوه منين. كلام انا مش شايفه فيها اي سبيرتشوال ان انا اقعد جعانه عشان واقعد عطشانه وفي حر عشان انا بحب ربنا. انا كنت عايزه اقول ان انا بقت في الصيام، انا صيامي ان انا بروح اخدم الفقراء والمحتاجين. مش عارفه اقولها ازاي. ده بقى صيامي فعلا، ان انا في فتره معينه بتوقف عن اني اعمل فلوس، اعمل حاجه لنفسي وبعمل حاجه لغيري. فانا بصوم عن خدمه نفسي. ايه، هل في اسباب تانية عندك اضافيه خرجتك بره مربع الاسلاميين وبره الاسلام؟ آم، آه، ال- آه، الاسلام انا شايفاه ان هو ضد الانسانيه. لو اتطبق هيبقى ضد الانسانيه جمعاء بقى، بصرف بقى النظر عن المراه وبصرف النظر عن لو اتطبق صح. لو المؤمن، وده بيتطبق على فكره، يعني في اماكن في سوريا، في اماكن في العراق بيتطبق. احنا هنا الريفوجيز كتير قوي بيحكوا لنا حاجات تقشعر لها الابدان. فلو الاسلام اتطبق هيبقى لو قلت لك شويه ايات يعني. لا، ما هي يعني الايات العنيفه معروفه، بس خليني اسالك، احنا عندنا تقريبا دلوقتي مليار و600 الف مسلم في العالم يعني. عدد اللي هم، بيطبقوا هذا النوع من الاسلام يعني ما يتعد، يعني ما يجيش 10%. جميل. اوكي. أيوة. عندك اتوبيس، عندك باص في 100 راكب، وفي واحد حاطط حزام ناس. الواحد هيموت الناس. انت مش محتاج اكتر من مليون. صح. مش محتاج اكتر من يونان عشان يعملوا ايه؟ يعني قولي يعني المعنى مش واضح. يعني 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 حضرتك بتقول لي ان عدد المسلمين مليار و600 الف. وبرغم من كده مش كلهم بيطبقوا الاسلام. لكن انا تاني بقول لك ان القنبله الموقوته في القران، وفي الناس اللي فهموا القران من وجهه نظري انا صح، وفي الناس اللي اخذوا قدوتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه. فكفايه قوي القدوه وكفايه قوي الاصل. فانت لو انت بالقدوه ده اللي هو عمله واللي حواليه عملوه هو نفسه عمله، واللي حواليه عملوه وبالاصل النص، اوكي. فانت مش محتاج المليار و600 دول لو هم مسالمين. انت محتاج منهم 5 6 مليون يقتنعوا. ال 5 6 مليون اللي يقتنعوا دول هيدمروا لك العالم. طيب. لولا ان في حكومات قويه. لولا اه ان في حكومات قويه ومش عارفين، مش قادرين عليهم برضو على فكره. لان طيب. انت زي ما بقول لك واحد يفجر لك 1000. تمام. طيب، هل انت يعني ارائك اللي انت بتقوليها دي عملت لك مشاكل في اوساط المسلمين في كندا؟ طبعا انا كل مقاطعني. انا بقيت وحيده خالص يعني. كل صحباتي اللي انا عشره عمري قطعوني. ولما مثلا تقعد تتكلم معاهم في متناقضات، مثلا زي مثلا آم، لو آية في القرآن، آم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبعدين ولا تزر وازرة وزر أخرى. فتلاقي نفسك أقول لها: طب ده في تناقض كده. بقول لك إيه؟ إحنا عقلنا لن يدرك. عقلنا مش هيدرك. خلاص بقى يقول لك إحنا عقلنا مش هيدرك. على فكرة حتى في الدين المسيحي
لما تلاقي مثلا في حاجه مثلا متناقضه او تلاقي حاجه شويه خرافيه، يقول لك احنا قالنا فخلاص وقف عقلك بقى، ما تتكلمش كتير، وقف عقلك وخليك ضمن المنظومه، والا لو خرجت، وده اللي حصل معايا بقى، مقاطعه من كل حاجه، تبقي وحيده، تتطلقي، يتقال عليكي الكل يبعد عنك، اللهم انا يعني مثلا ناس كده معدوده اللي يقعد يبقى قريب مني شويه، ودول ناس يعني لا يذكروا خالص. يعني معنى كلامك دوت ان يعني يعني من الصعب على رغم ان كندا بلد حر، من الصعب على اي مسلم ان هو يسيب الاسلام يعني. آم، آه، كندا بلد حر، ولكن المسلمين غير احرار. المسلمين مكبلين بالدفاع عن الله ورسوله، هم غير احرار. عايشتهم في كندا، عايشتهم في فرنسا، هم مكبلين بخطتهم الايديولوجيه اللي لازم تتنفذ. طب هل انت تعرضتي لاي مشاكل غير المقاطعه؟ المقاطعه دي ممكن تفهم يعني في اطار يعني ان يعني احنا مختلفين في الراي فكل واحد في حاله يعني، لكن هل تعرضتي لاي نوع من انواع الاذى في كندا اللي هي المفروض بلد حره؟ لا ما تعرضتش في الحقيقه، لا ما تعرضتش الحمد لله. لحد دلوقتي قبل البرنامج بتاعك ما يعرض لسه ما تعرضتش. ويمكن انا لسه برضو خلي بالك انا مش يعني مش مشهوره قوي، يعني انا صفحتي ما فيش كتير بيتابعوني بقى، طبعا في كتير بيتابعوني من صحباتي اللي هنا وعملت لهم بلوك عشان ما كنتش عايزه ابدا، او هم عملوا لي بلوك وبعدين راحوا عملوا فيك اكونت. يعني في ناس قلت لهم طب تيجي نحافظ على بعض، مالكوش دعوه بافكاري، انا بعرض افكاري بفضفض، فخلينا نحافظ على بعض، ما تتابعونيش. فانا عملت لهم بلوك عشان ما يتابعونيش، عشان احافظ عليهم، اما عملوا فيك اكونت. وفي ناس تانيين عملوا لي بلوك بس برضو محتاجين يتابعوا، عملوا برضو فيك اكونت. ف ففي ناس بيتابعوني، لكن اذى لا ما تعرضتش الحقيقه. طيب في مصر يعني هل خروجك بره الاسلام ده عرضك لمشاكل اسريه غير اسريه؟ اه طبعا انا اخواتي كلهم خلاص ما حدش يعرفني، مش عايزه اتكلم بليز. تمام تمام. طيب ايه الفرق ما بين المجتمع المسلم في كندا والمجتمع المسلم في بلد زي مصر؟ المجتمع المسلم في كندا ابشع بكتير من المجتمع المسلم في مصر، ابشع بكتير طبعا. فعلا. لان كل الريفوجيز اللي خرجوا من مصر ومن سوريا ومن السودان ومن افغانستان وماكستان ومن كل دول جم على كندا وخارجين بافكارهم. ده حتى الريفوجيز اللي خرجوا مضطهدين من داعش جايين هنا عشان يعملوا اسلام تاني. قال لك اصل الاسلام ده هم فاهمين الاسلام غلط واحنا فاهمين الاسلام صح. فلا طبعا هم هنا، والجوامع بتحرص جدا هنا في كندا على تيجي مثلا الام، وبعدين تيجي مثلا ام واب عندهم ورث، فهنا تكتب الوصيه بتاعتك، بتروح تكتب الوصيه بتاعتك عند محامي، لا يتصلوا على الهوت لاين بالازهر. اوكي، فالازهر يقول لهم للذكر مثل حظ الانثيين. ففي دوله موازيه، فاهم ازاي؟ تروح تسال الشيخ في الجامع يقول لها بصي هم عندهم قوانينهم بقى الخاصه، للذكر مثل حظ الانثيين، ده مثلا بالنسبه للميراث، للتوريث. فبيمشوا زي ما هو طبعا الصلاه، اللي ما بين الصلوات، الاجتماعات اللي بتحصل في الجوامع، المحاضرات. طبعا هم دلوقتي حاليا بيتكلموا في الحب والخير والسلام وكل حاجه، لكن تكاثروا تناكحوا فاني مباهم بكم بين الامم الخلفه الكتير. بوظوا التركيبه السكانيه في كندا. يعني المسلمين بوظوا التركيبه السكانيه في كندا، فرحانين قوي بقى، يقول لك ما شاء الله تنزل المول تلاقي كل محجبات، بيعرفوا بقى بعض. أيوة. يعني هم مش عايزين التنوع، هم فكره التنوع ده قتلهم، هم عايزين يبقى كل محجبات. تيجي تكلمهم، انت بتكلم نفس الست دي اللي بتقول لك ما شاء الله تنزل المول كل محجبات، تيجي تكلمها تقول لك الحب والخير والسلام، بس انت مش حب، انت لا تؤمني بالحب والخير والسلام، انت عايزه انت اللي تسيطري، انت من جواكي بهجه لما تلاقي في المول كل محجبات، فلان الفلاني خارج من الدين عايزين نجيبه للاسلام. لا طبعا، كتير كتير كتير. طب لما انت خرجتي من الاسلام يا استاذ جهان، يعني يعني ليه ما رحتيش في سكه انك انت تختاري ديانه تانية اقرب لتصوراتك يعني؟ بص انا بالنسبه لي المسيحيه، يعني انا بقولها كمان للناس كلها، المسيحيه مرت في عصور معينه بدمويه ما، اوكي، وبعد كده رجعوا للنص ورجعوا لقدوتهم المسيح، وتراجعوا تماما واعتذروا، وفعلا هم دلوقتي يعني بيحب، يعني السلام في المسيحيه.
في الحقيقة. فلو أنت مسلم ومش مقتنع بالإسلام وتابعت حد على الفيسبوك وهزّك بس المنطقة الفاضية دي قدّامك، هتشيل الإله هتشيل كل الشعائر اللي أنت كنت بتعملها. في ناس بتقدر تبقى ربوبية، في ناس تقدر تبقى no religion بيبقوا satisfied بده، بس في ناس ما تقدرش، في ناس لازم بيبقى محتاجة إله. فأنا شايفة إن المسيحية بوجهها الحالي مناسبة جدًا، بأمانة، بشخصية المسيح، مش بأقباط مصر، مش بالأرثوذكس خالص، بشخصية المسيح. فأنا بالنسبة لي أنا بقيت ربوبية، أنا بقيت باعبد إلهي، أنا عملت لي كده إله خاص وأنا تمام، باعبده يعني وأنا قبل اللي ما نروح للإله أنا هاناقشِك فيه والربوبية، طب أنتِ ليه ما رُحتيش للمسيحية؟ ما أنتِ معجبة بيها أهو. أنا مرّيت بالمسيحية على فكرة، فعلًا؟ مرّيت طبعًا، آه. طبعًا، مرّيت بالمسيحية، كانت تجربة لطيفة أوي وأنا باحب جدًا المسيحيين، لكن أنا برضه معترضة على حاجات كتيرة جدًا في الإنجيل، ومش هادخل فيها دلوقتي لإن مش عايزة أتكلم، بس معترضة على حاجات كتيرة جدًا في أفكار المسيحيين، معترضة جدًا في فكرة الفداء والخلاص جدًا، مش مؤمنة خالص بقصة الخلق، وأنا مؤمنة بإن الله غير الخالق، الله هو جوانا زي ما باقول لك إحنا كلنا آلهة، بقدر بقى قليل بقدر كتير إحنا الآلهة، ولكن في أرباب، مقتنعة بفكرة تعدد الأرباب. في أقطاب نورانية ظهرت في الأرض ومن ضمنهم السيد المسيح. في أقطاب نورانية ظهرت في الأرض وليهم followers كتير. هم مقتنعين بإن المسيح هو الخالق وهو الرب وهو رب الكون، وهو مش هينال الحياة الأبدية ما لم يعمد. أي إنسان مش لا ينول الحياة الأبدية ما لم يعمد. أنا مش مقتنعة بالأفكار دي كلها. بس طيب أنتِ قُلتِ إن أنتِ عندِك تصوُّر خاص للإله، يعني هل ممكن تشرحيه لنا الإله اللي أنتِ مؤمنة بيه؟ هو الinfinity power، هو الطاقة الغير محدودة، هو آه. الطاقة اللي جوه كل إنسان فينا متصلة بطاقة كونية غير محدودة. علشان كده أحيانًا حتى الناس يعني يعني إيه حتى يعني اشرحي الexpression أو التعبير أفضل أكتر من فضلِك عشان اللي بيسمعنا يفهم أكتر يعني. باشرح. أنا زي ما قُلت إن في أرباب، بمعنى أنا رأيي ده الخاص، دي فلسفتي الخاصة. يعني لمّا بنشوف مثلًا حد آمم ظهر في الأرض وكان بيدعو إلى السلام ورحل، وفي ناس كتيرة بتتبع الفلسفة الخاصة بيه وتدعو هي كمان للسلام وبقت أيقونة للحب والخير والسلام والعطاء، فده يعتبر أنا باعتبره رب، سواء بقى كان في الحياة الروحية أو في الحياة العملية، سواء في الفن، سواء يعني سواء في التاريخ، في أي مجال من مجالات الحياة، طالما هو أثّر وفي ناس follower ليه، فده أنا باعتبره رب. ففي أرباب، تعددت الأرباب والإله واحد. ما هو الإله في وجهة نظري؟ الإله هو الطاقة الغير محدودة، فالإله هو الطاقة الكونية العظيمة اللي إحنا جزء منها. أنت جواك طاقة بتلتحم كإننا قطع من المغناطيس متناثرة، وبنلتحم مع قطعة المغناطيس الكبيرة. يعني أنا عشان أوصّل وجهة النظر، هذا هو الإله في وجهة نظري. إحنا متناثرين وبنلتحم مع قطعة المغناطيس الكبيرة اللي أنت بطاقة الحب. عشان كده عاجبني جدًا المسيح لمّا يقول لك حبّوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى يعني هل مبغضيكم. التصوُّر اللي أنتِ بتقوليه عن الإله ده قريب يعني من البوذية والأديان قريب الآسيوية؟ وقريب من المسيحية على فكرة. إمم. وأما الله فهو الروح، ما هو بولس قال لك إيه؟ قال لك وأما الله فهو الروح، وحيث روح الله هناك حرية. إمم. لكن هو قريب إله من المسيحية. يعني لكن هو إله بلا تعليمات، يعني بلا لأ، إرشادات. التعليمات والإرشادات من الإنسان ومن قوانين المكان اللي فيه. كل عصر من العصور كانت تعليماته وإرشاداته وقوانينه مختلفة عن العصر اللي بعديه. لو إحنا بنتكلم على التعليمات والإرشادات والتشريع، سواء كان جواز أو طلاق أو والتعاملات الإنسانية نفسها، المقال الأقوى، إحنا في غابة. أنت بقى لو أنت عايز تعلّي الله اللي جواك، هتكون أكثر رحمة، هتكون أكثر إنسانية مع البشر ومع الحيوان. ما هو ده اللي أنا باقول، إحنا الله جوانا بنسب، الله ما فيش تعليمات وإرشادات. فأنت لو أنت عايز تعلّي طاقة الله اللي جواك، هتنسجم مع مخلوقاته إمم. بطريقة روحية. وبعدين لو أنت بتتكلم بقى في فرق ما بين التعليمات والإرشادات والتشريع. لو عايز تتكلم على التشريع، لأ، حسب المتغيرات الموقفية وحسب البلد اللي كل لأ، إنسان فيها. أنا باحاول أسألِك أسئلة علشان تشرحي آه، آه، تصوُّرِك للإله، يعني الإله ده اللي أنتِ تصوُّري للإله.
الاله ما فيش اله قال لك اتجوز ازاي وتطلق ازاي وتنام مع مراتك ازاي وتورث عيالك ازاي. ما فيش اله ينزل للمستوى السطحي ده. ما فيش اله قال لك لو شلت شعره من لا يعني حواجبك. الاله اللي انت هتتكلمي عنه ده معروف، كلميني عن الهك انت لان ده مش معروف. هو ده الهي. اه. انا الهي. ما فيش اله قال. لا يمكن اتخيل ان الله يقعد يحدد قوانين ميراث وقوانين طلاق وقوانين جواز وقوانين معاشره زوج لزوجه. لا، ما طيب فيش الهك اله انت، يحدد ده. اللي انت بتتواصلي معاه دوت بشكل او باخر او بطريقتك يعني، بيقول لك ايه؟ بتقولي له ايه؟ اوكي. الهي. الهي انا الخاص بيا. مش عارفه اقولها لك ازاي. اولا هو ما بيقوليش حاجه خالص، انا اللي بقول له. مم. بالفعل انا اللي بقول له وانا اللي بحدد. مم. هي شراكه يعني. انا بعمل مديتيشن وانا اللي بقول له وانا اللي بحدد وانا اللي ببقى قاعده. يعني هو اللي محتاج لي اكتر ما انا محتاج له. هو مم. هو يعمل في جزء روحاني وانا بعمل في جزء مادي. لو انا ما عملتش اللي عليا هو مش هيعمل اللي عليه. مم. طب هل انت فهمتني؟ بتحسي بتجليات هذا الاله في يعني في اه. محيطك في في الامور حياتك؟ في الامور في الامور الروحيه بحس بتجليات الاله قوي طول ما انا عامله اللي عليا. تعالى بقى نرجع لفكره الكارما. ما انا خدت كل حاجه حلوه في كل دين. نرجع لفكره الكارما في الامور الروحيه. لو انت كنت انسان طاهر روحيا فعلا وبتحرص كل فتره على انك تراجع نفسك، مش تبقى فتره كبيره، ومؤمن بان لو انت اذيت حد هتتاذي، فانت ما بتاذيش حد عشان انت خايف على نفسك، مش عشان خايف على الحد ده. وبطاقه الحب اللي جواك طول ما انت بتعمل تطهير دايما لشكراتك، طول ما انت منسجم مع الطبيعه، طول ما انت منسجم مع كل اللي حواليك، وانت عارف ان انت عايش في حياه في شراكه فعلا. انت عايش في شراكه مع الحيوانات مع البني ادمين، فما بتاذيش حد عشان خايف تتاذي. فانت كده عليت يعني عليت روحانيا قوي. وبقيت انسان انت اللي حاطط لنفسك مبادئك، عشان مبادئك اللي انت هتحطها لنفسك هي اللي هتطبق عليك. الكون الطبيعه صارمه والكون صارم، مش هيفوت لك. والكارما حق. الخير اللي هتعمله هيرجع لك خير، الشر اللي هتعمله هيرجع لك شر. ولو وقع عليك شر ما تقولش انا كنت مظلوم، لا، ما تعترضش. قول انا اكيد كنت عامل شر في يوم من الايام، وده نتيجته. وده نتيجته خلاص. هتبقى راضي بقى، هيبقى عندك حته الرضا. فيظهر الهك بقى اللي جواك. لما انت بقى بتبتدي تبقى بالانسان ده يعني الشراكه ان انت تبدا بنفسك. الفعل والفاعل انت تبدا بنفسك. فانت تطهر نفسك اول باول. تبتدي تفهم فلسفه الحياه بشكل مختلف. بتبتدي بعد كده في تجلياتك او في المديتيشن بتاعك تتصل بطاقتك الروحيه. احيانا بقى اعمالك الخير اللي انت عملتها دي تجي لك بعد كده خير. طب لما هتجي لك خير انت اللي بتوجه بقى. وده بقى فكره الصلاه في المسيحيه او الدعاء في الاسلام. انت بقى دلوقتي مثلا عايز امر معين عايزه، فانت بتركز فيه. او هي بيتقال عليها ده لو اوف اتراكشن في علم الطاقات. يعني هي الصلاه في المسيحيه، الدعاء في الاسلام، ده لو اوف اتراكشن في علم الطاقات. يبقى انت الاول عملت اللي عليك. انت انسان طاهر فعلا، انسان. وقعدت تفكر في امر انت عايزه مثلا بالمديتيشن كتير، بالمناجاه كتير. هتفهم يا اما اللي انت عايزه ده هيجي لك، ده لو اوف اتراكشن، يا اما مش هيجي لك. وفي الحالتين انا راضيه. طب لو ما جاش هتفهم بعد كده الغرض انه ما جاش ليه. يعني فانت لازم تقرا في مسجز. انت لازم تقرا طول الوقت في مسجز بتجيلك. ولو ما جالكش هيجي لك حاجه احسن تقراها. يبقى انت لازم تبقى راضي. الرضا مهم قوي. قرايه ال الرسائل الروحيه اللي بتجيلك لازم تقراها باتقان. دورك كانسان لازم تعمله بجد. مفيش حاجه اسمها انا مش هشتغل وربنا هيرزقني. مفيش حاجه اسمها انا هعمل بفهلوه. هتعمل بفهلوه وهتضحك على حد وهتنصب على حد هيجي لك اللي هينصب عليك. هتاخد واحده ست وهتبتدي تخدعها هيجي لك اللي هيخدعك او هيجي لك في صحتك. الكارما حق. ده الهي الخاص. تمام. طيب لو حبينا نلخص تجربتك الطويلة ديت في عناوين في 1 2 3 تقولي إيه يا جيهان؟ اقول اول حاجه سنين الانبطاح. عشت سنين كتيره جدا كنت منبطحه.
تاني حاجة الخروج عن القطيع، وآلام الخروج عن القطيع، المعاناة و يعني قصدي أقول الدروس المستفادة، يعني آه، لو حبيتِ تقولي للي بيسمعنا الدروس المستفادة من تجربتِك الطويلة أو تجربتِك ديّة يعني. تجربتي الطويلة دي أنا باقول منها أولًا خُد قرار إنك تكن نَفْسك، ما تكونش صورة حد راسمها ليك خالص، لازم تكون نَفْسك وتكون الصورة اللي أنت مرتاح فيها، وإن كانت هتتغيّر بعد فترة من الفترات، مش مهم تتغيّر، ما تتكسفش، ما تقولش هيقولوا عليّا إن أنا مُشتَّت، لأ، اوعى تكون الصورة اللي اوعي تكوني الصورة اللي جوزِك راسمها لِك، لأ، اوعي تكوني الصورة اللي أخوكِ الكبير والّا أبوكِ والّا مامتِك والّا خالتِك والّا طنط سُعاد راسماها لِك، أنا هاتجوّز علشان المجتمع عايزني أتجوّز، لأ لو أنتِ عايزة تشتغلي اشتغلي، فلازم تكوني الصورة اللي أنتِ راسماها لنفسِك ما لكيش دعوة لا بالمجتمع ولا بالناس، طَب الصورة دي بعد فترة أثبتت لِك إن أنتِ كنتِ غلطانة، مش مهم عادي، إحنا بني آدمين بنتعلّم، اتعلّمي من أخطائِك أو اتعلّم من أخطائك، ما يهمكش ما تتكسفش، لا تقاوم تغيير شخصيتك، دي نقطة مهمة أوي. أنا صورتي كجيهان دلوقتي totally different عن صورتي كجيهان من 10 سنين، ولا فارق معايا. أنا لا أقاوم التغيير اللي بيحصل في شخصيتي، لكن باقعد مع نفسي وباقول هل التغيير ده مناسب للمجتمع وللي حواليّا وليّا والّا لأ؟ لو المجتمع واللي حواليّا وليّا دول أنا شُفتهم نفسهم هم متلقنين غير فاهمين، طب خلاص يبقى ده ما ينفعنيش، بس أنا مش عايزة أضرهم بس. أنا مش عايزة أضرهم بدنيًا، لكن هم متلقّنين، فأنا باخرج عنّهم، فأنا باحاول أكون نَفْسي، مش عمري ما هاكون صورة حد راسمها لي. تاني حاجة لا أقاوم التغيير اللي بيحصل لي كل فترة وما باتكسفش منّه خالص، أنا ممكن على فكرة أنا ممكن بعد 3، 4 سنين أرجع للإسلام لو حاجة أقنعتني، عادي جدًا، ممكن هتلاقيني زي ما أنا كده ربوبية مثلًا، ما فيش مشاكل، إحنا بني آدمين وبنتعلّم من خبراتنا، تمام. ما فيش ثوابت، ما فيش يقين. لازم طول ما أنت عايش أنت بتشُك، أنت ما فيش حد معاه الحقيقة المطلقة، مشكلتنا إن كل lobby حاسس إن هو معاه الحقيقة المطلقة، وكل واحد أنا دلوقتي كل واحد عايز يسحبني للlobby بتاعه، عشان كده أنا رافضة إن أنا أنضم حتى الأحزاب. يعني نقدر نقول يعني بصياغة تانية إن الإنسان يكون نَفْسه ولا يكون غيره، و وما يخافش من التغيير، ما يتكسفش، وكمان لازم يبقى يصل إلى السلام النفسي. مهم أوي، آه، آه، دي أهم حاجة، الgoal بتاع كل إنسان، الإنسان ما يمتلكش أي حاجة في حياته، لا يمتلك ولاده، ولاده مش ملكية خاصة. أنتِ كزوجة زوجِك مش ملكية خاصة، أنت كزوج مراتك مش ملكية خاصة، إحنا ما نملكش حاجة، حتى جسمك ما تملكهوش، حصلت حادثة عربية، ضاعت فيه إيد والّا ضاع فيه رجل والّا بتاع، أنت لا تملك إلا أفكارك، أنت لا تملك إلا أفكارك ومشاعرك وطاقتك، دول ملكيتك الخاصة، أي حد يسلبك يمتص منك طاقتك الإيجابية ما ينفعش، اقفل، حافظ على أفكارك، حافظ على مشاعرك، حافظ على طاقتك، لإن دي ملكيتك الخاصة، وياما شُفنا ناس مش بيشوفوا وقاعدين وعاجزين وعملوا إنجازات عظيمة، لإن هم صحيح، محافظين على أفكارهم. صحيح. شكرًا جزيلًا يا أستاذة جيهان، شرّفتيني ونوّرتيني، ميرسي، شكرًا جزيلًا. ميرسي، ميرسي جدًا على اللقاء الجميل معاك، وأنا بجد أنا اللي متشرفة جدًا بحضرتك يا فندم، الله أشكرك. الله يخليك.